ايه اللي ممكن يخلي اسلام ابراهيم يعيط من الفرحه؟ عيط من الفرحه، التحقق. يعني لما يبقى نفسي في حاجه قوي، خصوصا لو تخص شغلي وتتحقق، اوكي. دي بتخليني اقول الحمد لله يا رب، يعني ده طلعت كتير عليا، دي حاجه جميله قوي، انا مش مصدق اخي يعني كده يعني. دي اكتر حاجه بتخليني تفهم. اعيط من الفرحه. اي حاجه تانية هقولها هتبقى افوره بقى. الاشخاص اللي بحبهم لما ده بحسه، بس انا بقول لك اكتر حاجه بتضايقني واكتر حاجه بتفرحني بعد طبعا امي وابويا وصحتهم الشغل، ان انا ابقى ناجح في شغلي او مبسوط في شغلي، او حاسس ان الناس مصدقاني وحباني يعني. قول لي على 3 صفات عند آسر ياسين مش عندك. كل حاجه عند آسر ياسين مش عندي. ايه؟ قول لي على 122 صفه عند آسر ياسين. شوف انت قول. معلش. رشاقه. الوسامه. النجاح. يا ابني عندك ايه؟ عندك ايه السؤال بقى؟ ما اعرفش الناس اللي تقول، انا ما اعرفش انا عندي ايه، انا راضي انا باللي عندي وخلاص. بس يعني آسر ما شاء الله عليه يعني، دي بالمناسبه يعني نجم كبير بعشقه وجان ومجنن البنات وموهبه كبيره على فكره. آسر من اكتر الناس اللي عملت يعني فرايتي في ادوارهم. يعني شوفوا في كل اسبوع يوم جمعه غير في 100 وش، غير في الافلام بتاعته في البدايات اسوار القمر، غير تراب الماس، غير يعني فاهم. على فكره ب 100 وش بالذات، بما ان ده المسلسل اللي جمعكم، آسر ياسين كان دمه خفيف جدا يعني لانه ممثل، كانت حته مش متعودين لانه بيجري ورا الدور. اه يعني ما بياخدش الدور عنده، هو بيروح للدور. فهو عمل مستر عمر زي ما المفروض يتعمل. اوكي. وطبعا لان الورق مكتوب حلو، معانا مخرجه عظيمه، فطبعا طلع حاجه هايله يعني. مخرجه عظيمه بقى. كلمني عن انا كل ما اشوف ممثل مع استاذه كامله احبه اكتر. يعني انا عارف اسلام قبل كده، اشوفه مع استاذه كامله احس في حاجه تانية. هي احساسها بالحاجات مختلف. يعني انت لو رجعت اصلا لفكره الموهبه، هتلاقي ان الشخص الموهوب احساسه بالاشياء غير الشخص العادي. الشخص العادي ده ممكن يكون عنده مميزات كتير جدا، بس مثلا الرسام ممكن احنا الاتنين نشوف الشروق، انا هروح بيتنا عادي هفطر وانام، هو هيقعد يجيب ريشه ويرسم وبتاع. الشاعر نفس الحكايه. فلو انت بقى خدت المعنى ده وديته في الاخراج، هتلاقي كامله ابو ذكري عامله كده. هي بتحس بالحاجات بشكل مختلف، وعندها قدره تعبيريه رهيبه، بتقدر تحول اللي هي حاساه ده للي انت بتشوفه على الشاشه. ودي حاجه مش موجوده عند كل الناس يعني. فعشان كده هي بتشوف الممثل بشكل مختلف وبتطلعه بشكل مختلف. انا اعتقد كده يعني. في حاجه مشتركه بينك وبينهم مساجده؟ الصوت العالي. لا هما بيقولوا يعني، انا متخيل مساجده دي عندها 27 سنه، عندي 27. بتهزر والله ربنا عندي 27، بس بان عليها الهم وكده. فانا متخيل ان يعني مساجده دي في مراهقتها كانت بتقعد تتفرج على SNL، هضمت الشخصيه. فطلعت بتتكلم زي يعني ده الجيل اللي انا طلعته. بالعكس اصلا يعني